السلام عليكم. شاطئ قرية الروضة الخضراء، عملت لكم قبل كده ريفيو عنه. يلا بقى نتكلم كده من خلال المنظر الجميل ده. ما لقيتش اجمل من كده ان انا دردش معاكم قدامه. هقول لكم على تفاصيل الايجار هنا في القرية، هقول لكم كمان على مواقف كانت حصلت معايا داخل القرية، هحكي معاكم فترات كانت صعبة وعملت فيها ايه. يلا نبدأ الفيديو. الله بجد، الله ايه الجمال والروقان ده، ايه جمال البحر النهارده ده. مفيش احلى واجمل من انك تتمشي على البحر. قد ايه بتحس بهدوء وراحه نفسيه كده واستجمام، بالذات بدري. يعني انا من الناس اللي تحب تنزل بدري وهي في المصيف، تنزل تتمشى بدري على البحر، تحسي بقى الدنيا رايقه وهاديه كده وتعرفي فعلا. وعلى فكره البحر كمان بيفرق جامد جدا الصبح، يعني دي معلومه اللي ما نعرفهاش اكيد اغلبنا يعرفها. يعني انا حبيت اصور لكم من على البحر كمان بالظبط كده بطول الشاطئ، بحيث تبقوا شفتوا كل التفاصيل، حتى البحر ولونه وجماله. بس خلينا متفقين ان البحر مش كل يوم بنفس اللون ده. نتكلم بقى في تفاصيل بالنسبه للايجار. بصوا يا جماعه، هنا بالنسبه للايجار في جروبات طبعا على الفيس تقدري تاجري منها، بس عايزه اقول لكم ان دي كانت تجربه سيئه جدا جدا وما انصحش حد يعملها. يعني لان انا يمكن اول يومين ضاعوا عليا في حقيقي في عدم راحه وفعلا قلبوا نفسيتنا ومزاجنا للمكان، وكنا بنفكر نمشي وبسبب صاحب الشقه اللي اجرنا منه انسان معاملته غير سويه بالمره، وتعبنا حقيقي، تعبنا جدا، وكل شويه عايز استغلال بطريقه رهيبه، وعايز يزود فلوس وعايز يطلع مننا، يعني من الاخر اي سبوبه باي شكل. لحد طبعا ما حس ان انا حد لا فاهم، حد جامد قصاده، مش اللي هو هنخاف او كده. وبلغت عنه في القريه وقالوا لي لو ما سلمتيش مثلا فلوسك او الكارنيه سيبي له المكان، ولو ما رضيش برضو يديكي فلوسك ارجعي لنا. المهم حس ان انا مش هسكت يعني، وقلت هعمل له قلق جامد كمان، وده اللي انا وجهته له طبعا لما كلمته. قلت له انا لحد الان مش حابه اسبب لك قلق. وغالبا من هنا تراجع عن اسلوبه المش كويس ده والحمد لله قضينا ايامنا على خير. انا كنت واخده 6 ايام مأجره الشقه على 350 في اليوم. طبعا الشقه معاها كارنيه بسين اللي احنا شايفينه طبعا، اللي وريته لكم في كل المراحل، بالاخص بقى المرحله التاسعه دي اللي انا واخده فيها. طبعا البسين مفتوح معاكي من الساعه 10، الولاد ينزلوا من 10 او من 11 صباحا لحد لحد مثلا الساعه 7 بالليل. طول اليوم الولاد في البسين براحتهم جدا، يطلعوا يرتاحوا ينزلوا تاني. طبعا ولادي ما بيفصلوش للاسف، الا امبارح يعتبروا فصلوا شويه على الساعه 5 كده، تعبوا وطلعوا. بس هو البسين برضو جميل بصراحه، اهتمامهم بيه ونظافتهم باستمرار ليه تشجع حقيقي انهم ينزلوا. المهم ده بالنسبه للايجار. انا واخده في المرحله التاسعه شقه دور ثالث على 350. الشقه الى نوعا ما يعني مقبوله، مش هقول كويسه لان هي احنا بنعاني فيها للاسف. الثلاجه مش تمام، مفيش اصلا فيش، تقريبا الشقه كلها رغم ان مساحتها معقوله حلوه لكن فيشها قليله جدا. كمان اغلب الاجهزه واغلب الحاجات اللي موجوده فيها قديمه قوي، مفيش فيها اهتمام. دخلنا شقه ما كانتش نظيفه اصلا. فيعني الحمد لله هي كانت تجربه انا اتعلمت منها حاجات كتير. اللي هو بقى ايه اللي انا انصحكم بيه دلوقتي، اللي هو ما تاجروش يا جماعه من خلال الفيسبوك، ما تاجروش من خلال الجروبات الموجوده على الفيسبوك. هنا في القريه في اداره تسكين، اداره تسكين بتقدري تيجي وبتختاري الشقه اللي انت حابه تجيبيها وانت واقفه، ايا كانت بقى ب 350 400 بيجيبوا لك احسن وافضل شقه ويجيبوها لك في حدود ال 400 جنيه في اليوم. طبعا الفرق بسيط جدا بالنسبه للي انا مأجره بيه وما ارتحتش، فاهميني؟ فطبعا انا ندمت قوي قوي على الموضوع ده ان انا ما عملتش كده، بس الحمد لله خير يعني، خير ان يعني الولاد برضو مبسوطين الحمد لله، المكان كويس زي ما انا وريتكم.
فانا انصحكم بقى لو حابين تيجوا القريه هنا اللي انا وريتها لكم دي، تيجوا عن طريق اداره التسكين، اركبوا تعالوا عادي جدا بالمواصله ايا كانت بتاعتكم ايه، وتعالوا بشنطكم بحاجتكم على اداره التسكين واطلبوا شقه. هيوروكوا كذا الشقق متاحه قدامكم ياما، وهتقدروا انتوا اللي تختاروا براحتكم، فاهميني؟ ومحدش يضايقكم، ومحدش يقعد يرمي عليكم شروط، فاهمين قصدي ايه؟ بس ده بالنسبه للايجارات. وطبعا بقى الايجار معاكي من 350 وفي من 300 وفي من 250، بس اللي 250 مش هتلاقي معاها كارنيه بسين. كارنيه البسين تقريبا عشان تلاقي شقه معاها كارنيه بسين اكيد بتبدا من 300 او من 350 وانت طالعه بقى. بالنسبه للشاليه ده بالنسبه للعماير 300 250 من غير كارنيه، 350 بكارنيه بسين، لحد بقى 450 على حسب طبعا الشقه وتشطيبها وعفشها وكل حاجه تخصها بقى. وطبعا البلكونه بتاعتها الفيو بتاعها ايه، فيو بسين، فيو شارع رئيسي، فيو البحر، وهكذا. ونيجي بقى بعد كده للشاليهات. الشاليهات طبعا هي اللي اسعارها عاليه، بتبدا من 500، في شاليهات من 450 بس ممكن تلاقيها مش قد كده على قدر كافي من العفش الداخلي او الحاجات المتواجده بيها بالنسبه للاجهزه او كده. في بتبدا من 400 في، لكن الافضل حاجه طبعا بالنسبه للشاليه، الشاليه بيكون ليه حديقه كده خاصه بيه، وحسب برضو الفيو بتاعه. لو فيو على بسين ممكن تلاقيه عامل 500 في الايجار مثلا، من 500 ل 600. بدون فيو بقى بسين او حاجه او فاتح على شارع رئيسي ممكن يعمل له 400 450. تمام كده. طبعا كل الامور دي ما وضحتش ليا غير لما انا جيت القريه هنا، فعشان كده انا حبيت احكي لكم التجربه، بس حبيت احكيها مع البحر عشان ايه تبقوا على يقين بكل حاجه لو حابين تيجوا القريه. كده يا رب اكون فدتكم بكل التفاصيل. لكن بالنسبه بقى للفيلل كده زي ما احنا شايفينها، انا فارق معايا المكان وهدوءه والبحر وجماله، ان انا اقعد واريح اعصابي عليه ولادي يتبسطوا بس وخلاص. ولكن اللي حابب هو اكيد الفيلل بتكون معديه شويه، لان الفيلا دور او دورين زي ما احنا شايفين كده، لا هم دورين تقريبا، فاظن ايجارها هيكون معدي جامد، ممكن يوصل مثلا 800 900 في اليوم. فمن وجهه نظري اني مش لازم خالص ولا ليها اي طلب يعني، ايا كان كله سيان في الاخر. المهم ان انت بتنزلي وبتتمشي في مكان كويس، مكان نظيف، بتطلعي على البحر، اظن مفيش احلى من كده. صوت البحر والموج اللي بيجي يحدف عليكي وانت قاعده ده، لا استجمام يعني بجد. وانا بصراحه كنت مريت بظروف نفسيه كانت صعبه قوي لمده شهرين 2، وانا كنت في توتر وتعب اعصاب، فحقيقي كنت محتاجه يعني الخروجه دي قبل ولادي كمان. بس وبفضل ربنا طبعا الحمد لله عدى امورنا على خير وتمت لنا على الف خير يا رب، وده ببركه دعائي لربنا والجوء لربنا. وبرضو انا بنصح الجميع يا جماعه لما يكون بيكوا اي كرب او بيكوا اي حاجه تعباكوا نفسيا في حياتكم، بجد ما تلجأوش لحد غير لربنا، الجأوا لربنا، تحايلوا على ربنا في الدعاء. انا عايزه اقول لكم انا لمده شهرين ونص شبه ما كنتش بنام، وكنا في عدم راحه رهيبه، بس الحمد لله بفضل الله لجوء ربنا ودعائي ليه بالليل وانا ساجده ليه، وحقيقي حقيقي ما فيش حد هيحس بينا اكتر من ربنا، والحمد لله ربنا خد بيدنا وعديناها على خير. هو مش انا بصراحه اللي كنت في كرب، كان زوجي، فطبعا انتوا عارفين الزوج بيبقى هو اساس الاسره يعني، اي حاجه تاثر بيها كلنا بنتاثر زيه بالظبط. فالحمد لله بفضل الله بدعائنا لربنا وقف معانا واتجوزنا الفتره الصعبه دي على خير، وتمت لنا امورنا على خير، وكربنا تحول لفرح وسعاده الحمد لله. وطبعا كله بفضل الله الحمد لله يا رب. فنصيحتي ليكم الجأوا لربنا يا جماعه، صلوا كتير، قوموا اعملوا قيام ليل، ادعوا لربنا، تحايلوا عليه بالذات في الليل بجد والله. الادعيه ما تسيبوش الادعيه، هاتوا ادعيه من على النت وجيبوا. انا عايزه اقول لكم في الفتره دي انا غالبا قرات جميع الادعيه الموجوده على النت، كنت ببحث واجيب. فقد ايه الحمد لله الواحد حس انه قرب من ربنا في الفتره دي. مش على قدر كاف انا عارفه، وكلنا اكيد مذنبين ومخطئين،
بس الحمد لله الحمد لله، حاسه ان انا راضيه عن نفسي شويه. حاسه ان ربنا الحمد لله انا قربت وربنا استجاب لي. حته ان انت تحسي ان ربنا استجاب ليكي دعاء دي لوحدها والله والله ليها فرحه تانية، بعيدا عن ان طلبك او حلمك اتحقق، بس لا، ان ربنا يستجيب لك دي لها طعم تاني خالص، فرحه تانية. الحمد لله الحمد لله. انا مهما اتكلمت هنا مش هكفي بصراحه، لان يمكن ربنا وقف معانا في حاجات كتير احنا مرينا بيها كانت صعبه. كانت اولها موضوع نصب علينا فلوس، وبرده بفضل الله الحمد لله ربنا ما سابناش، وقف معانا، وكانت اعجوبه يعني بجد ان احنا فلوسنا ترجع وامورنا تستقر من جديد. ويليها بقى الموقف التاني اللي هو موقف سفر جوزي، كان متعرض جدا للخطر، وهو ده الكرب اللي انا كنت الحمد لله لجأت لربنا فيه بالدعاء، وربنا استجاب لنا الحمد لله. وطبعا الوضع زي ما احنا شايفين دلوقتي، احنا واقفين على البحر اهو، ومفيش احلى من كده. وبس كده اختم معاكم بقى الفيديو. كده بقى اختم كلامي معاكم بان دايما استعينوا بالله. رحمة ربنا واسعة جدا جدا، بالذات لما بتلجأ له استحالة يقفل بابه في وشك. دي اكتر فترة انا يعني بجد استفدت منها، ان يعني ايه يبقى عندي كرب والجأ لربنا، ما الجأش للبني ادم. صدقوني مش كل الناس بتحب لكم الخير، مش كل الناس حابة تشوفكم في مكانة افضل. لا لا خالص. ده شفته فعلا في عيون ناس كتير من حواليا. فالحمد لله الحمد لله، يمكن ربنا اكتر واحد كان عالم بينا وبحالنا، وهو حقيقي اللي وقف جنبنا وساندنا. فاستعينوا بالله استعينوا بالله، ما تيأسوش من رحمة ربنا. اي قرب انتوا فيه، حقيقي الدعاء بيغير القدر، بيغير القدر، سواء ايه القرب ونوعه وموقفه وشدته. كل حاجة بتبقى سهلة بجد باستعانكم بربنا. بس مش هقول ازيد من ده. وباذن الله باذن الله ليكم معايا فيديو باهم الادعيه وكمان بتفاصيل لقيام الليل. كل اللي انا ان شاء الله كنت بعمله في الفتره اللي انا مريت بيها دي، ناويه باذن الله هعمل بيه فيديو مفصل، بحيث اقدر افيد بيه غيري برضو ان شاء الله. وننهي كلامنا باللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.